نعم، هو أفضل مواسم وليس فقط محمد صلاح، ربما أفضل موسم للاعب في تاريخ البريمير ليج إذا استمر بهذا المستوى. 24 هدف، 15 صناعة اسيست لي في هذا الموسم، يعني أرقام مرعبة بالنسبة لمحمد صلاح. يعني أنت بتتخيل إنه تييري هنري أفضل لاعب في تاريخ البريمير ليج صانع 20 هدف، هو الرقم القياسي، استمر لسنوات. صلاح لديه الفرصة لكسر هذا الرقم، يعني لا زالت هناك 12 مباراة ويحتاج إلى 6، يصنع 6 أهداف ليحطم رقم لم يكن احد يتوقع ان يحطمه. يعني تييري هنري ربما افضل لاعب في تاريخ البريمير ليج. ارن سلوت ايضا لديه بعض الفضل حقيقه. الموسم ده من اول مباراه شاهدنا صلاح لا يطلب منه الرجوع كثيرا دفاعيا، دائما يتواجد على اليمين. من اول مباراه ارنولد وضع الكره كره عاليه لصلاح، يعني اكثر لاعب مررت لديه الكره 200. وهو محظوظ صلاح بانه سلوت يحب اللعب على الاطراف، يعني نعم، هو اتى مدرب مناسب بشكل جداً كبير. يعطيه التمريره، اكثر لاعب استلم تمريرات طويله صحيح. هذا الموسم 298 تمريره، ومن اول مباراه يعني ارنولد الى صلاح صنع الكره مباشره، الهدف الاول لجوتا، واستمر يعني يستطيع استلام الكره قبل ان ياتي المدافع الظهير الايسر لاغلاقه، يستطيع المحاوره، يستطيع التسديد، التمرير، استفاد جدا من الترسانه الهجوميه القويه. يعني ايضا لويز موجود كقلب هجوم، جوتا، جابكو، ربما لو نونيز استطاع تسجيل بعض الاهداف من الكرات ربما كنا وصلنا الى ال20 قبل ان ننتظر نهايه هذا الموسم. محمد